مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. وصفتنا تاع اليوم ولا لا فيديو تاع اليوم رايحين نديرو فيها وصفه تاع رفيس تونسي ولا رفيس تاع سميد، باسكو حنايا نعرفو زوج انواع تاع رفيس. كاين رفيس هدايا تاع سميد، وكاين واحد الرفيس اللي يديروها ناس الجلفة وناس بوسعادة. هذا الرفيس يجي بالكسرة والتمر. حنا اليوم راح نديرو رفيس تاع سميد، ولا كاين يقولوا لها طمينة، يعني كل واحد كيفاش يسموه. انا نعرفه ولا في دارنا نقولوا له رفيس تونسي. نروحوا للمقادير تاعنا. بالنسبة للغرس اللي لازم يكون في هذا الرفيس هو الغرس تاع البطانة اللي نشروه هكا، يعني نشروه بالميزان، ما يجيش بهذاك الغرس تاع المقروط باسكو هذاك بزاف مرحي. هذا الغرس هو عبارة عن تمر هكاك لاصق في بعضه، معسل ولاصق في بعضه. تقولي حبات، هو يجي حبات حبات مي يجي معسل. شرو هذاك الرفيس الشباب. هنا الغرس الشباب فوالا. هنا الغرس تاعي واش درت، نحيته كامل، وزنت كيلو، نحيت منه كامل هادوك العظمات اللي من الفوق. بالنسبه للناس اللي ماشي يعني هذا الرفيس كاين لي بروفيسيونيل فيه، عندهم واحد لا ميثود اللي يديروا الغرس كيما كان بيه بالعظمه، من بعد كي يكونوا يطموا فيه بالزبده هادوك العظمات رايحين يروحوا كامل على جهه. انا درت لكم هذه بالنسبه للمبتدئات، يعني اللي ما يعرفوش كيفاش يديروا الرفيس. درت لكم هذه الطريقه، انا نقيته كامل، درت كيلو تاع الغرس. هنا درت سميد، هذا انا موله درت سميد تاع الطمينه الموايه. واش ديروا في الجفنه تاعكم، رايحين تحطوا هذاك الغرس اللي تكونوا نقيتوه بيان سور الكيلو تاعكم، وتبداو تحمصوه في هذاك السميد تاع الطمينه، يعني تحمصوه بشويه وترموا فيه هكاك سخون سخون على التمر تاعكم. عشاك فوا ترموا هذاك السميد المحمص على التمر سخون، واش ديروا تقعدوا تحكوا فيه، يعني تقعدوا تسيو تدخلوا هذاك السميد في الغرس تاعكم، واشاك فوا تقعدوا هكا تحمصوا في السميد تاعكم. بالنسبه للكميه تاع السميد انا درت كيلو، يعني كل كيلو غرس يجي معاه كيلو تاع السميد، هكا باش الرفيس تاعكم يجيكم معسل وبنين. نكمل. دايما هذاك شوفوا هو راح سخون، يعني راهو سخون يحسي يحرقكم شويه، مي تقدروا تحطوه من الفوق تخلوه يدفى غير شويه وتبداو تحكوا فيه، يعني تبداو تعجنوا في هذاك الرفيس تاعكم. نبداو نحمصوا هكاك السميد بشويه، يعني حتى كيما قلت لكم نكملوا هذيك الكميه كامل تاع السميد تاعنا. بالنسبه للسميد اللي استعملوا لا مارك، انا درت موله، ما درت السيم باسكو السيم عنده الموايه هو الخشين، يعني تاع المقروط، وهذا الرفيس ما يجيش بهذاك، يعني السميد تاع المقروط هذاك الخشين خشين، يجيب السميد تاع الطمينه لازم يكون فيه هذاك الرطب شويه. بعد ما نكمل كمية كامل تاع السميد تاعي ونعجنها مليح، نكونوا هنا ذوبنا الزبدة. بالنسبة للزبدة انا درت حتى 300 غرام، يرفد لكم حتى 250 حتى 300 غرام. تذوبوا الزبدة، ماذا بكم تكون زبدة مليحة، نوعية مليحة، يعني ماشي مارغارين، باش يجيكم الرفيس تاعكم بنين. باسكو هو يعني دوريجين يديروا له هذيك الزبده الحره، يعني كيما نقولوا حنا دهان عرب. فوالا انا ما درتش هذاك باسكو ما نقدرلوش الكو تاعو، يعني ما نقدرلوش بزاف. دونك واش درت هذيك الزبده. بالنسبه هنايا شوفوا راني كملت هذاك، حكيت يعني دخلت كامل هذاك الغرس في هذاك السميد. من بعد درت الزبده تاعي. بالنسبه للزبده كيفاش تعرفوا باللي دا الكميه المليحه، يعني الكميه المناسبه تاع الزبده، كيفاش تعرفوا؟ يعني كي تكونوا تعجنوا تصيبوا يدكم، كي ديروه بين يديكم تعبزوا تصيبوا يدكم شغل تبرق، يعني تطلق هذيك الزبده، تعرفوا الكميه تاعكم من الرفيس باللي خدا الكميه كامل تاع الزبده تاعكم. فوالا هنا نكمل نعجن مليح هذاك الرفيس تاعي، وراح نعطيكم واحد لاستيوس اللي وراتها لي اختي، اللي الرفيس تاعكم يجيكم طري طري الزبده، يعني ما يقعد مده طويله في الدار، ولا راح يقعد لكم هكاك طري، اللي هي الماء. بعد ما ديروا كامل هذيك الكميه تاعكم تاع الزبده، ديروا حوالي 4 ملاعق، وانا شوفوا هنا درت فنجال
نص فنجان تاع الماء. فوالا تبداو ترشوه بالماء وتعجنوه حتى تشوفوا لا تيكستور تاعو، يعني في يدكم تصيبوها طريه، تصيبوا العجينه ولا هذيك لاباط تاعكم تاع الرفيس تصيبوها طريه في يدكم. تبداو تحكموا السميد، تحكموا هذيك لاباط. هي في الصح الرفيس كيفاش يجي يديروه كويرات، يعني يديروا دويرات برك ويحطوه هكاك في الطبسي. انا نعرفوه هكاك، مي دوكا كيما تعرفوا يعني كل حاجه ما قعدت كيما هي، كل حاجه نسيو نموديفيو فيها. وشنو هنا موديفينا غير الشكل ماشي لوغو تاعو، باسكو كاين حاجات اللي ما نقدروش يعني نموديفيو في لا غوسيت تاعهم. نقدروا بالك نزيدوا حاجه، مي كل حاجه تراديسيونيل تقعد تراديسيونيل، يعني ما راح نقعدوا نعجبوا بها ولا نقعدوا نغنجقوا فيها. البنه تاعها تقعد هي. فوالا انا هنا درت بالمول تاع السيليكون. تحبوا ديروا دويرات يعني نتوما واش حبيتوا في لا ديكوراسيون. هنا الرفيس تاعي كان واجد. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتنجح لكم، باسكو كاين بزاف اللي يبعثوا لي يقولوا لي ما تنجح لناش الوصفه تاع الرفيس، كاين اللي يتشهاوه ما يعرفوش راني درت لكم الوصفه. انا مالا كيما درت لكم الوصفه نتوما تاني ما تبخلونيش بالجام والكومونتير. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده، وسلام.